بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية لكم من هذه الأرض الطيبة المقدسة، من بيت المقدس وأكناف بيت المقدس، إلى أهلنا وعلمائنا ومشايخنا وكل من يتابعنا، وإلى كل الأمة الإسلامية جمعاء. من هنا من بيت المقدس ومن جنبات المسجد الأقصى المبارك أنقل لكم آلام أهلكم في مدينة القدس، وأنقل لكم آلام المسجد الأقصى الذي لا يخفى عليكم اليوم ما يدور فيه وما يحدث في المسجد الأقصى من مخططات تهويدية ومحاولة تقسيم زمانيا ومكانيا على المسجد الأقصى، والذي يتمثل اليوم بإبعاد الرموز وإبعاد شخصيات عن المسجد الأقصى. وبات الاحتلال لا يبعد فقط رموزا دينية أو شخصيات لها تأثير، وإنما يبعد كل من يراه قد يضيق عليه في طريقه أو في اقتحامه أو في تنفيذ مخططاته. فبات يسلم النساء والرجال والصحفيين والمشايخ، وحتى يعني ممكن أن يسلم خطيب المسجد الأقصى وأيضا مدير المسجد الأقصى قرارا بإبعاده عن المسجد الأقصى، ليفرغ أو يفرغ الساحة له لينفذ مخططاته في ظل إبعاد المقدسيين وإبعاد المؤثرين، وفي ظل إبعاد الرموز التي قد يعني تتصدى لمثل هذه الاقتحامات والمخططات. وبالتالي بات الاحتلال يعتدي على نسائكم وعلى رجالكم وعلى مشايخكم وعلى أطفالكم في بيت المقدس الذين يتصدون له ويقفون في خط الدفاع الأول. فالله سبحانه وتعالى يعني اختارنا لنكون في بيت المقدس مرابطين جسدا، نواجه هذا المحتل بكل ما يمتلك من آلة عسكرية وبكل ما يمتلك من قوة مادية ومن يعني أسلحة، لنواجه هذا المحتل بأجسادنا العارية وبعقيدتنا. ونحن دائما نعدكم بأننا سندافع ونبقى ندافع حتى آخر قطرة دم في عروقنا، إلا أننا نقول لكم أن هذا لا ينفي المسؤولية عن جميع المسلمين في كل العالم. وإذ أنني امرأة في بيت المقدس أدافع عن بيت المقدس بكل ما أوتيت، نذرت نفسي ونذرت بيتي وأولادي وكل ما أملك من أجل الدفاع عن هذا المقدس، ومن أجل الدفاع عن عقيدة المسلمين الذي هو ليست مسؤولية المقدسيين والمقدسيات فحسب، وإنما وظيفة ومسؤولية المسلمين في كل العالم العربي والإسلامي، المليار و700 مسلم. ومن هنا أقول للمرأة المسلمة في كل مكان: إن كانت المرأة المقدسية قدمت ولا تزال تقدم وتقف جنبا إلى جانب مع الرجل في الدفاع وفي خط الدفاع الأول عن المسجد الأقصى وعن عقيدة المسلمين وعن مسرى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فأقول لها أني أنا وأنت امتدادا لامرأة عمران التي تمنت أن يرزقها الله ذكرا، فكانت المفاجأة أن ذكر أن رزقها الله أنثى. وكأن الله سبحانه وتعالى يريد أن يخبرنا برسالة مفادها أن النصر قد يأتي مزهوا على يد امرأة تخرج وتترك بيتها وتدافع عن نصر النبي محمد صلى الله عليه وسلم. والاحتلال يلاحقها ويضايق عليها ويضايق على نساء بيت المقدس بالسجن والتنكيل وبوضعها في زنازين العزل الانفرادي وبنزع حجابها عن رأسها. امتهن كرامة النساء وامتهن كرامة حرائر نساء الأقصى، وامتهن أيضا أقدس مقدسات الأمة الإسلامية التي يدنسها صباح مساء، وكأنه يقول لنا بأن القدس فقط لمن يسكن القدس وللمقدسيين فحسب. وهذا الجمع الكريم يؤكد لنا بأن القدس هي مسؤولية المسلمين في كل العالم العربي والإسلامي. وهنا أيضا أقول للمرأة المسلمة في كل مكان في العالم بأنها تستطيع أن تساند المرأة المقدسية بأن تنشر معاناة القدس والمسجد الأقصى ومعاناة أهله ونسائه وحرائره أيضا، وأن تربي هذا الجيل على أن يحب المسجد الأقصى وأن يبذل له ما استطاع من وسع وطاقة، وأن تنشر الوعي بمؤامرات الاحتلال التي ينوي تنفيذها والتي نفذها من أنفاق وحفريات وتلفريك وتقسيم زماني ومكاني وما يواجه المسجد الأقصى من أخطار تحيطه من كل جانب. وأيضا نشر الوعي المقدسي بين شرائح المجتمع وتربية الجيل هذا على معاني ومفاهيم العزة والصمود، وأن الأرض كالعرض لا يفرط فيها، وأن زوال الاحتلال حقيقة، وبأننا يجب أن نؤمن ونؤمن ونكون على يقين بأن النصر من عند الله العزيز، ولكن يجب أن يكون لنا دور في هذا النصر، وللنساء دور كبير. وإن كان لنساء بيت المقدس يعني دور واضح وبارز، وقد يعني برز في الفترة الأخيرة
وإن كانت المرأة المقدسية والفلسطينية منذ يعني عشرات السنين تقف في هذا المكان وتقف إلى جانب الرجل في مسؤولية الدفاع عن المسجد الأقصى وبيت المقدس، إلا أن الإعلام في الفترة الأخيرة قد نقل لكم ما هي دور النساء في بيت المقدس، وكيف تدافع النساء، وكيف أن النساء تستطيع أن تغير وأن تحدث تغييرا، وأيضا أن يعني تكون المرأة على وعي بأهمية رفض أو مقاطعة أو رفض التطبيع مع الاحتلال أيا كان بأي طريقة كانت وبأي وسيلة، سواء تطبيعا يعني ثقافيا أو تطبيعا بطريقة أو بأخرى، وجعل هذا المحتل كما يدعي البعض يعني كائنا طبيعيا وعاديا. نقول لهم في بيت المقدس نحن ندفع دماءنا وأرواحنا في سبيل الدفاع عن بيت المقدس ورفض الاعتراف بهذا الاحتلال، وأن هذه الأرض إسلامية عربية ليس للمحتل ولا لكيانه أي تواجد وأي حقيقة وأي أثر وأي تاريخ نعترف به في هذا المكان. ومن هنا رسالتي ورسالة المسجد الأقصى رسالة يعني أوجهها لكل الأمة الإسلامية من هذا المنبر ومن هذه المنصة، رسالة مغمورة بالدموع. أيها المسلمون، هل يرضيكم ما يحدث في المسجد الأقصى من ذل وهوان وتدنيس؟ هل يرضيكم أن يحرم المسجد الأقصى من أهله ومن أحبائه ومن أبنائه وبناته ونسائه؟ هو آية في كتاب الله، وهو وصية نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، وهو قبلتكم الأولى، أليس جديرا بأن تهتموا به؟ لقد أهدر المحتل في المسجد الأقصى كرامتنا ودنس أقصانا ومقدساتنا، فلماذا يطول هذا الصمت وإلى متى هذا الصمت؟ والله إني ما قلت لكم هذا الكلام إلا لأني ناصحة لكم وخائفة عليكم وعلى نفسي. فاعلموا أن مسجدكم ومسجدنا سيقاضينا أمام الله عز وجل، وسيسألنا الله عز وجل يوم القيامة ماذا قدمنا لتحرير المسجد الأقصى الذي يشتاق ويحن إلى طهر على أيديكم وأيدينا. أسأل الله أن يجمعنا وإياكم في ساحات النصر والتحرير، في ساحات المسجد الأقصى المبارك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.